اليوم راح نحكي عن حالات ضغط الدم، حالتين مختلفات، شخصيتين مختلفات، بس بالأخير أكو ربط. أول حالة تبدأ بشخصية اسمها حيدر. حيدر موظف عمره 40 سنة، حياته منتظمة، أكله ونومه منتظم، راجع مراجعة دورية للعيادة على مود يقيس الضغط، بس بكل مرة يقيس بها الضغط يصير نفس الشيء. حيدر ضغطك عالي. حيدر يقول للدكتور البارحة أنا قست الضغط وكان طبيعي دكتور. حيدر بقى محتار، شنو جهازي بالبيت يخربط لو اكو خلل؟ حيدر قال للدكتور دكتور انا احس بجسمي ما ادري ايش بيه، ندخل العيادة نشوف الطبيب نشوف السماعة حتى من اسمع صوت المعقم قلبي يبغى يدق بسرعة. الدكتور ضحك قال له اطمئن لا تخاف، هاي الحالة اسمها وايت كوت هايبرتنشن، متلازمة المعطف الأبيض. هاي الحالة يرتفع فيها ضغط الدم مؤقتا بالعيادة بسبب التوتر أو القلق النفسي من الأطباء. هنا يتحفز عندي الجهاز العصبي السمبثاوي، راح يصير عندي ضيق بالشرايين، ازدياد عدد نبضات القلب، ارتفاع مؤقت بضغط الدم. هاي الحالة مؤقتة بس احنا لازم نتابعها ونشوفها على مود لا تتحول إلى ضغط مزمن. أما هسه ننتقل إلى الشخصية الثانية. الشخصية الثانية اسمها سيف. سيف عمره 35 سنة، رياضي، حياته منتظمة، كل شيء عنده طبيعي، وسيف يراجع كل سنة عيادة الطبيب، الفحوصات طبيعية، ضغطه طبيعي، كل شيء طبيعي يم الطبيب. بس سيف خارج العيادة عنده مشاكل بالبيت، ضغوطات بالعمل. بيوم من الأيام سيف حس بصداع مفاجئ براسه. سيف قاس ضغطه لقاه مرتفع، قال يمكن اكو خلل. قاس ثاني يوم نفس الشيء، قاس ثالث يوم هم نفس الشيء بعده مرتفع. سيف وراها راح على الطبيب، قاس يم الطبيب لقاه طبيعي. سيف هنا احتار. هنا الدكتور جاوبه وقال له انت عندك حالة اسمها ماسكت هايبرتيشن، الضغط المتخفي او الضغط المقنع. هاي الحالة يكون بها ضغط الدم بالعيادة طبيعي بس برا مو طبيعي، بالبيت مو طبيعي. يرجع سببها الى هواي امور، قلق مزمن، قلة بالنوم، الكافيين او التدخين، حتى الاجواء المحيطة بيك. وعدم مراقبة هاي الحالة راح تزيد احتمالية الأمراض القلبية التاجية، السكتة الدماغية والفشل الكلوي. فاحنا لازم نراقب هاي الحالات. طبعا شلون نكتشف هاي الحالات؟ عندنا طريقتين. أولا نقيس الضغط الصبح وبالليل لمدة أسبوع وناخذ المعدل الأسبوعي للضغط. ثاني شيء نخلي الجهاز يراقب الضغط لمدة 24 ساعة. وبالأخير هاي الخلاصة لهاي الحالات، لا تعتمد على قياس واحد.